السلام عليكم. لو انتي لسه ما طلعتيش الشتوي يبقى الفيديو ده ليكي. لو انتي طلعتيه تبقي ست شطورة برضو، وهينفعك جدا ان شاء الله. لما تيجي تطلعي بقى الصيفي هينفعك بالفكرة اللي هي دي. الفكرة دي بتغيري الشتوي والصيفي في 5 دقايق. احنا هنا بنقسم الرف نصين، يعني بتحطي الصيفي او الشتوي ورا. يعني احنا مثلا في موسم الشتاء اهو بنبقى حاطين الصيفي ورا، ونروح جايبين الشتوي قدام. خلص مثلا الشتوي بنروح زقين الصيفي ده لورا كده، يعني لقدام شوية، ونروح زقين الشتوي ونجيب الصيفي قدام، يعني بالتبادل كده على حسب الموسم. ادي اهو، يعني واصله لكم الفكره. الشتوي الصيفي قدام، ورا. الشتوي علشان احنا في موسم الشتاء دلوقتي جبناه لقدام. هيجي مثلا فصل الصيف ان شاء الله هتروحي زقه الشتوي ده، وتروحي مطلعه الصيفي قدام ومرجعه الشتوي ورا. يا رب تكون الفكرة وصلت لكم. اهي رجعنا بقى، يعني كأن بقى لما هنيجي ان شاء الله في الصيف هنروح زقين بقى الشتوي ورا والصيفي اتمنى ان الفكرة تكون وصلت. الفكرة دي يعني في 5 دقايق بتغيري الرف كله. بتروحي مسحة على قد الحتة كده، وتروحي حاطة مرجعة ده هنا وده هنا. لا بتحتاجي بقى كراتين ولا تحت سراير ولا تشيلي، ولا تحتاجي شنط تحطي فيها صيفي وشتوي ولا اي حاجة. نفس الرفوف بتحطي فيها صيفي وشتوي في نفس الوقت. مش بتحتاجي يعني مساحات كبيرة حتى لو الرف صغير. هنا بقى اللي حبيت النهاردة عملنا القرنبيط بالطريقة اللي هي الخلطة السريعة دي. بتحمر معاكي القرنبيط في ثواني. مجرد ما بتحطيه في الزيت السخن بتلاقي القرنبيط اتحمر، وبيبقى لونه ذهبي وجميل جدا. في ثواني بيتحمر. الخلطة دي اللي هي كوباية دقيق، كوباية مية، نص كوباية نشا، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة فلفل اسود، بيضتين، معلقة صغيرة باكنج باودر، معلقة صغيرة بابريكا ممكن تستغني عنها. اللي بيديلك اللون ده الكركم، بيديلك اللون الرهيب ده مع النشا والدقيق والحاجات دي. مجرد ما الزيت بيقدح بتروحي حاطه على طول القرنبيط، بيتحمر معاكي في ثواني. طبعا القرنبيط احنا كنا سالقينه وحاطين له شويه ملح صغيرين، وحاطين له برضو نص معلقه كمون في الميه. بيتسلق كده وبتطلعيه بتقطعيه وبتحطيه في الخلطه دي. خلطه سريعه على طول في نفس الطبق. طبق واحد بس اللي انتي بتعملي فيه الحاجات دي. بتحطي النشا على الدقيق على كله، على المية على كله، وبتروحي عاملاها بتبقى جميلة جدا وبتديلك التحميرة الجميلة دي. اتمنى فيديوهاتنا تعجبكم، وارجو الاشتراك في القناة، وعايزين تعليقاتكم الجميلة. ربنا يعني يرضى عنكم ويبارك في عمركم، وما نتحرمش منكم ولا من تعليقاتكم الحلوة على الصفحة بتاعة الفيسبوك. بصراحة بتبسطني جدا بتعليقاتكم. اتمنى برضو في اليوتيوب يبقى نفس الاعداد اللي هي بتبقى على الصفحة بتاعة فسحة واكلة على الفيسبوك. نتحرمش منكم ابدا ولا من تعليقاتكم الجميلة. وشكرا.